بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين إلى يوم الدين. النهارده معانا عملة يا جماعة اللي هي الخمس قروش. طبعا الخمس قروش دي ورقية يا جماعة، مكتوب هنا جمهورية مصر العربية، أوراق عملة رسمية. 5 قروش صدرت بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1940. طبعا العملات دي كانت بتتعمل بوزير المالية مدحت حسنين الإمضاء، مش محافظ بنك مركزي. 10 قروش الورق وال5 قروش كانت إمضاء مدحت حسنين وزير مالية، كانت بتتعمل بتوقيع وزير المالية ليس بمحافظ بنك مركزي. طبعا العملة دي في منها عملة يا جماعة يعني وصلت دلوقتي حوالي 30,000 جنيه، بس مكتوب بدل جمهورية مصر العربية مكتوب ايه؟ اللهم صل على النبي. اقول لكم دلوقتي راحت من دماغي. طبعا هنا مكتوب مرسوم نفرتيتي على هذه العملة، واخدين بال حضراتكم اهيت، واخدين. وهنقلب لكم طبعا ظهر العملة من الوجه الآخر اهو. دي وجه العملة من الظهر الآخر، مكتوب برضو جمهورية مصر العربية، مكتوب مدحت حسنين بالإنجليزي أو التوقيع بتاعه اللي هو وزير المالية. طبعا العملة افتكرت مكتوب عليها الدولة المصرية يا جماعة، مكتوب عليها الدولة المصرية بدل من جمهورية مصر العربية. مكتوب عليها هنا الدولة المصرية بدل جمهورية مصر العربية. العملة اللي مكتوب عليها الدولة المصرية دي يا جماعة واقف ب30,000 جنيه أو 35,000 جنيه، فيما فوق ما تقلش عن كده، بس بتبقى بحالة الأنصر أو حاجة أقل من الأنصر شوية. ولكن العملة اللي هي مكتوب عليها الدولة المصرية دي تم الصك بتاعها يعني، أو آسف الطباعة بتاعتها عدة بضعة يعني قروش منها، بس حاجات مش كتير منها، عشان كده مطلوبة ومش موجودة إلا مع التجار الكبار اللي هم مش هواة العملات. لكن احنا طبعا هواه عملات وليس تجار عملات. فضلا وليس أمر الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس بالكل عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا للمتابعة.